فيديو النهارده احنا هنكون تشكيله من احسن 11 لاعب لعبت بيهم في فوتبول 25. فكره الفيديو يا جدعان زي ما شايفين احنا عندنا تشكيله فاضيه خالص حاليا، فهنجيب بقى كل اللعيبه اللي انا جربتها، احسن لعيبه جربتها يعني السنه دي بنسبه ان اللعبه قربت تخلص يعني خلاص، وهنلعب بيهم في تشكيله كامله بقى مع بعض كده. قبل ما نبدا متنساش تصلي على النبي وتقول لاخواتك ربنا ينصرهم ويصبرهم يا رب، وتحط لايك فيديو الالعاب واشترك في القناه وتفعل زر التنبيهات عشان تعرف كل جديد. ويلا بينا. طبعا يا جدعان مبدئيا بس حابب اقول ان الفكره ديت انا واخدها من نينجا، من اسطوره نينجا، الفيديو اللي عمله السنه اللي فاتت، فعشان بس يعني ايه ما حدش يقول ان انا بقلد، والله هي فكره مش تبع شخص معين، بس هو انا واخدها منه يعني تمام. فخلونا نبدا بمركز الحراسه. مركز حراسه المرمى يا جدعان انا هختار بتروتشيك، اسطوره يعني جاي لي اصلا من السنه اللي فاتت، من اللي هو الباكج الهديه بتاع اخر السنه اللي فاتت، وبلعب بيه لحد دلوقتي. بص لعب بيه 1488 ماتش، اعلى لاعب لعبت بيه تقريبا، فجامد قوي. وهنحط على الدكه دوناروما، النسخه دي كانت شغاله جامد معايا برضو، يعني احنا عندنا شويه حراس بس اعتقد دوناروما افضلهم يعني. نسخه ايطاليا دي جامده برضو، لعبت بيها فتره كبيره، فده مركز حراسه المرمى. يا جدعان لمركز سي بي، واول مدافع هختاره يا جدعان هو باستوني. الكارت ده جامد قوي، باكج ايطاليا ده كان تاريخي اقسم بالله، انت شايف فوق ال1000 ماتش، كارت جامد قوي، ورجع لمستواه في اخر فتره، يعني كان واخد نيرف ولكن حاسه رجع لمستواه شويه. ممكن يا جدعان في السي بي التاني نحط ماركينيوس دوت، لان انا لعبت بيه فتره كبيره جدا في اول لعبه وكان جامد يعني، حوالي 900 ماتش اهو. ده تبع باكج البرازيل اللي هو بتاع نيمار، اللي هو مش عارف كان اول لعبه ديت او في اللعبه اللي فاتت، تقريبا كانت في السنه اللي فاتت، بس السنه دي برضه هو كان جامد معايا. ممكن نجيب على الدكه بقى صليبه مثلا، صليبه برضه جامد. ونجيب بص هو كان افره معايا وكل حاجه، بس انا ملحقتش اجربه اصلا فاهم، ملحقش يعني يبقى جامد معايا. ممكن مثلا نجيب ديليخت، والله ديليخت النسخه دي جامده. يعني كوندي، لا كوندي سيبه. كوندي بص نجيب كوندي يا جدعان وخلاص. كوندي برضو جامد، كان معايا جامد قوي، كنت بحوش كوينز اصلا وفتحت على الباك دوت وجالي كوندي بقى، فالكارت ده كويس برضو. فخلونا نخش على الاظهره. يا جدعان في الار بي ممكن نحط كايسيدو، الكارت ده جامد قوي. ما لعبتش بيه كتير بس هو كارت تاريخي يعني، كارت جامد قوي يا جدعان دفاعيا فاهم. هو اصلا مش عارف ديفنسيف، فاللي هو انا اول ما لقيت اصلا باك ديفنسيف نازل جبته على طول. النسخه دي جامده قوي يعني من كايسيدو. ممكن نجيب ارنولد على الدكه مثلا، او نجيب جيمس، والله جيمس الكارت ده برضه كان عرضياته جامده. وحكيمي طبعا نجيب حكيمي في الاخر، الصراحه حكيمي جامد قوي دفاعيا وهجوميا ومتوازن يعني اكتر من الباقيين. فخلينا نخش على ال بي. ففي ال بي يا جدعان هنجيب سيو هرنانديز، الكارت اللي هو حدث السنه الميلاديه ولا مش عارف ايه، كان كارت مجاني بس جامد قوي، لعب بيه 700 ماتش، كارت جامد. وممكن على الدكه كانسيلو البيزك، انت ممكن تستغربها بس ده من اول لعبه اللي اشتريتها في الاكونت دوت. طبعا كان عندي اكونت قديم بس اتحذف يعني وبتاع. المهم ده كان اول لاعب تقريبا بيزك اشتريه، بص فوق ال1000 ماتش 1200. فكارت والله لسه شغال معايا لحد دلوقتي فاهم. فخلونا ايه نخش على الدي ام اف. في الدي ام اف عندنا كاسيميرو، اللي انا يعني كان معاه اكونت وراح وكان في كاسيميرو، فرجع الباكج تاني واشتريت كاسيميرو فاهم. فلا كاسيميرو ده تاريخي، وممكن نحط معاه بوسكيتس ده جامد، بس انا هحط رودري الصراحه لان بوسكيتس بطيء قوي. احط رودري جامد قوي يا جدعان، يعني الاتنين دول حرفيا ما بيطلعوش من تشكيلتي تقريبا. فنخش بقى على الهجوم. وانا عامه يا جدعان حظي مش حلو قوي في الاجنحه، بس خلونا نجيب ديمبلي. الكارت ده اول ما نزل كان جامد قوي، حاليا مش احسن حاجه بس يظل برضو كويس. وممكن نجيب يعني فودن، ده مبحبش العب بيه الصراحه، ولا صلاح مقتنع بيه يعني فاهم، حاسه مش شغال معايا. فهنجيب اردا جولير، الكارت ده انا بحبه اوي، كارت رايق حرفيا يا جدعان، بعد فوق 100 ماتش، كارت رايق بامانه فاهم، لاعب رايق كده. فخلونا نخش على الجناح الشمال. ماشي يا جدعان في الجناح الشمال ممكن اختار نيمار. الكارت ده برضو كان كويس، اي نعم كان بيجي عليا فترات ما بلعبوش، ولكن يعني فاهم رجعت اهوت. وبدأ اخر فترة الفينش عنده بقى كويس، مشكلتي معاه الاول ان هو بيضيع كتير، بس حسيته لا اتحسن اوي في الحتة دي اخر فترة. فهنحط نيمار، ونحط طبعا على الدكة فيني، ولو انه اخر فترة مش احسن حاجة بس ماشي نحط فيني. نخش بقى على الصانع اللعب والمهاجمين.
وفي الام اف يا جدعان هنخلي اللاعب الاساسي هو بلينجهام. طبعا يعني ما جربتش لعبه كتير قوي برضه، بس بلينجهام الكارت ده فيزيكال، باصات، شوت، فينش، يعني الكارت ده جامد. وممكن نجيب بديله باريلا، ولو ان شنايدر اول ما جبته كان شغال معايا بس بعد كده لا باظ، فاهم؟ فخلينا نجيب باريلا، اللاعب الوحيد اللي طلع من 100 كوين حرفيا، فاهم؟ يعني اول 100، فاهم؟ الحمد لله اللاعب الوحيد اللي حظي ضرب فيه. الكارت ده كويس برضه، هو البلاير زي ما انت شايف دي طاقاته، يعني مش اوحش حاجه، فاهم؟ كويسه يعني. واهم حاجه ان معاه فنون باص، فاهم؟ فنخش بقى رجاله على المهاجمين. فاول مهاجم يا جدعان هو مبابي. مش عارف احط النسخه ديت اللي هم بتاع نجوم الاسبوع، يعني واحده بس خلينا نحط ديت نلعب بقى اكتر. الكارت ده جامد، ومبابي يكون نسخه طبعا زي ما انتوا عارفين بتبقى جامده. هو الكارت ده من ايام باريس، بس هو برضه لسه شغال معاه السنه دي. يعني زي ما انت شايف بص، حوالي 1000 مساهمة في 1100 ماتش، فاللي هو كارت جامد اوي يا جدعان. فخلينا نحط المهاجم الاول والمهاجم التاني. ممكن نحط اوين، واحد من احسن السوبر صباط. ونجيب بقى على الدكة ببيتو اللي انا لسه جايبه قريب، بس هو جامد يا جدعان. وخلي اوين دكة عشان يبقى سوبر صب. ممكن نحط بقى يا جدعان ليفا نسخة الجريت فينشر، اعتقد برضه هي من السنة اللي فاتت او من اللي قبلها كمان، بس هو الكارت ده جامد اوي معايا. تحط فيها، ولكن ليفا احسن الصراحه، فينيشر مرعب، فاهم؟ فبقى معانا لاعب، فمش عارف ممكن نختار لاعب عشوائي كده يا جدعان. خلونا نجيب بدري يا رجاله. الكارت ده كان ايقوني برضه وقت ما نزل، بس للاسف مبقاش شغال حاليا. فادي التشكيله يا جدعان زي ما انتم شايفين. عندنا اللعيبه اهيت، وعندنا المدرب مارتينيز. طبعا المدرب مش محسوب من ضمن اللعيبه، فاهم؟ وممكن يكون احسن مدرب تشابي، بس تشابي القديم مش شغال دلوقتي، فهنخلينا على مارتينيز. ولا بنخش بقى نلعب بالتشكيله دي يا جدعان في الديفيجن. طيب 3 شوط يا جدعان تطلع ل4، ماشي كويس كده. ندخل ماتش، ماشي كده ندخل ماتش عشان بس مش عاوزين لاج. اسكول يا جدعان، وصلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. يلا بينا يا باشا. الاسهم يا رجاله عندنا بيتو سهم عالي، اوكي. ممكن نجيب فيني اساسي، واون كده كده بديل. ماشي يا جدعان التشكيله. خلونا بالمناسبه يا جدعان معظمها تشكيلتي الاساسيه اصلا، هي دي يعتبر تشكيلتي الاساسيه ما عدا ديمبلي وكام لاعب، بس هي فاهم هي اللعيبه اللي بلعب بيها. خلينا نحط ديفنس ديب لاين لرودري لكاسيميرو، ونروح كده لتشكيلة الخصم. اوكي معاه روماريو، تشكيلة كويسة بصراحة يا جدعان، ومعاه ميسي كمان. ماشي معاه اوم بتاعنا. ماشي يا جدعان يلا بينا على الماتش. 3 كاسيم، ماشي. ستوني ودي هناك. بيتو بتاعتك حلوة. مبابي يلا بيلي. الله تيكي تاكا رايقة يا جدعان، حلو يا عم، حلوة تشيك لعيب. ماريو يا ماركينيوس، 10 تشيك. ماشي ماشي يا جدعان. هو انسحب زي الفل، يعني كسبنا الماتش. انسحب على الدقيقة 60 كده. وزي ما انتم شايفين احنا حاليا ديفيجن 1، اول مرة في حياتي اوصل لها اصلا، فاهم؟ واصلها من فترة يعني، واول مرة اوصلها في حياتي في اخر سيزون. فزي الفل يا جدعان، دي احصائياتنا ودي التشكيلة اللي ختمنا بيها اللعبة، واللي هنختم بيها اللعبة. انا هسيبها لحد اخر يوم. فقولوا لي بقى مين احسن لاعب جربتوه في اللعبة في الكومنتات. وبس يا رجالة، اشوفكم الفيديو الجاي كتير ان شاء الله، والسلام عليكم.